الاتحاد السنغالي لكرة القدم كيدير جهده كامل باش يرجع لقب كاس افريقيا، بحيث انهم عوالين يديروا مجموعه من المحاولات باش يطعنوا القرار ديال الكاف. هادشي اللي غادي يخلينا نسولوا راسنا واش بصح ممكن السنغال يرجعوا هذا اللقب، واش بصح هاد الفرحه كامله ديال الجمهور المغربي تمشي في الزيرو. هادشي كامل غادي نعرفوا في هذا الفيديو. هل يعود اللقب لها ام ان المغرب سيتوج بحكم نهائي بلقبه الافريقي الثاني؟ السنغال الى محكمه التحكيم الرياضي. كاملين عارفين شنو وقع في القاره الافريقيه في الاونه الاخيره، بحيث خرج قرار صادم من عند الاتحاد الافريقي لكره القدم بدل مجريات كاس افريقيا كامله. اولا باش نشرحوا للناس اللي ما فاهمينش خاصنا نرجعوا 3 شهور قبل في شهر 12 في كان المغرب كما عارفين حنا كاملين لعب الفينال ديال كاس افريقيا واللي تنظمت هنايا في بلادنا في تنظيم عالمي عمرو كان، والعالم كامل كيشهد بهادشي. وفي هذا الفينال اللي كان ضد السنغال وفي واحده من اغرب اللقطات في العالم ديال الكره، فين غيقرر مدرب السنغال يقول للعابه ديالو باش ينسحبوا بسبب القرار ديال الحكم اللي اعتبروه هما ظلم، لدرجه ان الماتش تحبس 17 دقيقه كامله. فين تمنيت كانت البيلاتي الشهيره ديال ابراهيم دياز واللي ضاعت باش يرجعوا من بعدها ويكملوا ويقدروا انهم يربحوا كاع. احتفلوا بالكاس هنا في الرباط وداو معاهم حتى تما واحتفلوا بها حتى كيوقع الحدث اللي قلب كلشي. الاتحاد الافريقي لكره القدم أعلن باعتبار منتخب السنغال خاسرا في المباراة النهائية لكأس أفريقيا. الفضيحة أولا كما سموها الناس المهزلة الكروية باش أن منتخب ينسحب في وسط الماتش ويدير اللقب، خلات لجنة الاستئناف في الاتحاد الافريقي لكرة القدم يخرج بواحد القرار عمر واقيلا كان في التاريخ ديال القارة كاملة. اسيدي كتعلم بلي المغرب هو بطل كأس افريقيا 2025 والسنغال تعتبرت منسحبة من الماتش بالنتيجة ديال 3-0، لأنه القانون ديال الكرة هو اللي كيقول هادشي، بحيث أنه إلا قلبنا مزيان في المادة 82 و 84 غادي نلقاو باللي كتطبق عقوبات صارمه في وجه اي فريق منسحب او لا ما بغاش يلعب. فمن بعد اللي وقع الجواب ديال الاتحاد السنغالي لكره القدم هما انهم علنوا باللي غادي يطعنوا هذا القرار عند من؟ عند محكمه التحكيم الرياضي اولا كما كتسمى الطاس، باش يحاولوا انهم يشوفوا شي حل اخر. هادشي علاش تكونوا شفتوا باللي الصفحه الرسميه ديال المنتخب الوطني ما حطات حتى شي حاجه، وحتى اللعابه براسهم ما خرجوش كيحتفلوا في شي منبر اعلامي غير حتى يكون هادشي رسمي 100%. واخا هكاك راه القرار محسوم كما قلت لكم في الاول، باقي شي 1% حيت كلشي باين وواضح باللي منتخب السنغال انسحب من الماتش. واصلا غا عاد الموقع الرسمي ديال الكاف كيعلن بلي المغرب بطل كاس افريقيا 2025 ويعتبر بلي السنغال في المرتبه الثانيه ونيجيريا في المرتبه الثالثه. المهم كما قلت لكم في الاول راه كلشي باين وواضح، المنتخب ديال السنغال انسحب من الماتش ديال الفينال. هذا ما كان في هذا الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. تهلاو.